أنا بقول رمضان صوموا صلوا استغفروا توبوا إلى الله حرام عليكم. ايش بتقول؟ صبوح ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا لا سابع جاء وانت قبلت لي بالصبوح هذا وجيراننا جاوعي. كيف يعني؟ جيراننا جاوعي بالزه هذا الصبوح لهم. هؤلاء ايوه أبا ما يستاهلوش خلنا ناكل الحين. ايا هذول اصحاب البيت الذين كنا عم نشتري البيت حقهم بالزه لهم. احنا معنا صبوح ثاني. نعم احنا بنذكر الجيران ولا ما بالله نفسي يا نفسي. نفسكم اخجلوا على عرضكم كنتوا شيوبه ما حد يقول يجلس يخمس في عيوننا يجلس يدلع سير الجامع القريب. يا ولدي ليش؟ لانك بحسك عند البوبجي عند الصنم عند الذي والصلاه. يعني بتجلس تلعب لك منها صلاه بوبجي ولا غير بوبجي والصلاه بتفلت الصلاه. انت يا ولدي الله يفتح عليك يا ولدي الله يهديك يا ولدي الله يسمحك. الله تقوى الله كيف حيقبل الله صومكم؟ إن ليش بينك وبين الموت ميعاد محدد؟ هذا حقيقة غيبية. الموت بيجي فجأة يا عيالي. صلوا واستغفروا واذكروا الله واقروا القرآن وسبحوا. الله يصلحكم يا عيالي. الله يصلحكم الله يصلحكم الله يهديكم. خافوا الله اتقوا الله تقاتلوا على الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تساوي الدنيا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لأنهم يتصدقون المساكين والفقراء وخاصة أصحاب العوائل الذي في الدكاكين. أنتم تمشوا إلى الدكاكين عم تلقى في كل دكان 7 أشخاص 8 أشخاص محشورين داخل دكان وليس لديهم أي شيء. يتمنوا الربع الدجاجة مش كيلو لحم ولا نصف لحم. أنا أقول لكم عيد مبارك كل سنة وأنتم طيبين متمنيا لكم الصحة والسعادة والهناء. لا تنسوا جيرانكم لا تنسوا الفقراء لا تنسوا المساكين. الله يحفظكم ويطول بعمركم ويخلي لكم أولادكم. شكرا جزيلا. أنت راضي لأختك راضي لأمك راضي لبنت عمك إنك ساعات الساعة كل شيء تغير وكل ليلة تغير. الحرب والمجاعة تغير كل شيء. أيام ولحظات ذهبت ولن تعود. لا فرح يدوم ولا ضحكة ترسم على الوجوه. لم يبقى سوى الحزن والبكاء. زاد الجوع والفقر تغير كل شيء. زاد النهب زاد الشر. الله لا سامح مكان السر. الله لا سامح مكان السبب. الله لا سامح مكان السبب.